احتضنت قلعة القارة معقل السلطنة العفيفية بيافع بني قاصد عصر يوم السبت رابع أيام عيد الأضحى المبارك المهرجان التراثي الرابع. جاء ذلك وسط حضور جماهيري غفير من مختلف مناطق ومديريات يافع بأبين ولحج. تبادلت التهاني العيدية بأجواء تغمرها الفرحة والسعادة والسرور بالحضور والمشاركة. وخلال المهرجان التراثي ألقيت عدد من الكلمات أشادت جميعها بالتنظيم الرائع للمهرجان التراثي واليافعي الأصيل بنسخته الرابعة. كما حثت تلك الكلمات جميع الحاضرين على ضرورة وأهمية إحياء هذه الموروثات الشعبية والعادات والتقاليد التي مارسها الآباء والأجداد بيافع بني قاصد. كما شهد المهرجان أيضا تقديم عروض فنية منظمة من قبل فرق شبابية من السعد ورصد، قدمت رقصات برع شعبية وزوامل وأهازيج وقصائد شعرية جميلة عبرت عن التراث اليافعي والثقافة والفن الأصيل الذي تزخر به يافع السفلى والعليا، ونالت استحسان وإعجاب الحاضرين. حضر المهرجان عدد من المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والتربوية وقيادات سياسية وعسكرية وأمنية وشبابية، وكذا جمهور غفير من مختلف مناطق يافع بني مالك ويافع بني قاصد.